اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مساء الهنا، يا مساء السعادة، يا مساء البسبسة واللزلزة. النهارده حبايبي هنعمل مع بعض فطيرة بتبظ وبتلق. بقالي كتير ما طلعتلكوش بالبسبسة واللزلزة، فالنهارده بقى قررت اعمل لكم فطيرة غرقانة غرقانة كده وشرقانة. تعالوا نعملها مع بعض بقى من غير بقى ولا جلاش ولا عجين ولا فرد ولا مواعين ولا الكلام ده كله. تعالوا نشوف عملناها إزاي مع بعض، بس الأول كده حطّوا لي لايك، حطّوا لي أي حاجة كده في الكومنتات، خدوا لكم جولة كده في الصفحة وفي القناة، ويالّا بقى بينا نبدأ ونقول بسم الله. أول حاجة حبايب قلبي هاستخدم معايا فلفل ألوان وطماطماية، ممكن ما تستخدميش فلفل ألوان وتستخدمي فلفل أخضر بس وفلفل حامي عادي جدًا ما فيش أي مشكلة. أنا هاخد من كل لون كده نُص فلفلاية، وهنبدأ بقى نقطّعها مكعبات كده متوسطة، ولا كبيرة أوي ولا صغيرة أوي. طب لو أنا مش باحب الفلفل الألوان عادي جدًا ما تحطيش، الفطيرة بتاعتنا النهارده براحتك وعلى كيفِك خالص يا فوزية، يعني حطّي اللي يعجبِك وما تحطيش اللي ما يعجبكيش. قطّعنا الطماطم كمان برضه مكعبات صغيّرة، وكان معايا قرن فلفل بيني وبينكم كنت ناوية إن أنا أحُط كلّه علشان العيال وأبوهم ما ياكلوش منها، بس ضميري أنِّبني وحطيت نُصّها بس قُلت عشان ما يحفّوش. خلاص بقى جِبت الخضار بتاعي كده ركنته على جنب، وهاجيب 3 حبّات من البيض. طبعًا أنا الفطيرة بتاعتي كبيرة ما شاء الله النهارده، فعشان كده هاستخدم 3 حبّات من البيض، لو هتعمليها صغيّرة ممكن بيضاية واحدة بس تكفّي أو بيضتين. هاقلّب بقى البيض كويس جدًا مع بعضه، وبعدين ننزل بقى عليه بشوية كده من الفلفل الأسود، وده أساسي طبعًا، وبعدين هنضيف كمان شوية ملح، وبعدين هنبدأ ننزل عليهم بقى بمعلقة كده كبيرة مليانة من البيكنج باودر، ودي مهمة جدًا، جدًا، جدًا. بعدين هنحط حوالي كده تِلت كوباية من الحليب، ومعلقة كبيرة من الزبدة أو السمنة، مش هتفرق خالص، لكن ما ينفعش زيت. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، وبعدين هننزل بقى عليهم بالخضار اللي إحنا قطعناه. حلو الكلام، حلو يا ست حورية وزي الفل. هنجيب بقى بلانشة كده وهنجيب لانشون، أي بقى حاجة عندِك في التلاجة، لو عندِك لانشون، عندِك بسطرمة، عندِك سلامي تركي، اللي عندِك هاتيه وحطيه. طب لو أنا مش عاوزة أعمل أصلًا الوصفة بالبيض وعاوزة أعملها باللحوم أو بالفراخ، عادي جدًا ينفع، ممكن بالhot dog بالسوسيس، عادي يعني مش هتختلف حاجة. أنا مجرد هاقول لِك بس الفكرة، وأنتِ بقى حطّي الحشوة اللي تعجبِك يا فوزية. هنقلّب بقى كل المكونات مع بعض، وبعدين نركنها على جنب. بما إني قُلت لكم هاعمل فطيرة كبيرة، فجِبت بقى صينية كبيرة بالشكل ده، وهنحط فيها معلقة كده كبيرة من الزبدة. وما تحاوليش تتفلحصي زي ما أنا اتفلحصت كده وتقولي أنا هادهن الزبدة والّا السمنة بالاسباتولا، علشان مش هينفع يا فوزية. هاتي الفرشة يا حبيبتي، المواعين كده يعني بتتكاثر، فما فيش مشكلة إن أنتِ تحطي الفرشة كمان. دهنا بقى كده الصينية بتاعتنا بالشكل ده، وبعدين هنجيب بقى بطل الحلقة، وهو عيش التورتيلا. عيش التورتيلا بيكون فيه مقاسات، وده بيتباع في السوبر ماركت، بيكون بالشكل ده، ده النوع اللي أنا باشتريه دايمًا وباحبه أوي. عاوزة أقول لكم أول ما باشوفه في السوبر ماركت باحس إن أنا كإني لقيت مخدرات، باحبه جدًا، 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 بادخّله في وصفات كتير أوي، وبيغنيني عن حاجات كتير أوي. لو لقيتِ الحجم ده، أنا كان نفسي أجيب الحجم الصغير ما لقيتهوش، فعلشان كده جبت الحجم الكبير. في حجم صغير كده بيكون حلو أوي برضه، شوفي المناسب ليكِ وهاتيه، بيتباع في السوبر ماركت، بيتباع كمان في الهايبر يعني في السوبر ماركت الكبير، تمام. خلاص بقى هنجيب بقى الحشوة بتاعتنا بعد ما حطينا أول رغيف، وهنبدأ إن إحنا نحط كده إيه، يعني معلقة كده كبيرة، مش هنكتر، لإن إحنا هنعمل ما شاء الله 5 طبقات. حطينا كده أول حشوة، وبعدين هنحط الرغيف التاني، وبعدين الحشوة وهكذا. وبيني وبينكم يعني أنتم مش غُربة عني ولا غُربة عن فوزية، أنا كنت مقررة إن أعمل الفطيرة كده بمجرد حشوات وعيش تورتيلا، لكن يا أخواتي جيت في الطبقة التانية دي وضميري مات. ضميري اتعدم، ورُحت مطلّعة بقى طبق الجبنة الشيدر من تحت الفريزر، ورُحت قُلت لأ، أنا لازم أبصبصها وألظلظها، هي مش هتنفع تبقى ناشفة كده. فهنا بقى فوزية حضرِت، فوزية حضرِت وافترِت، وقالت لأ، لازم نبُظ ونلُظ. حطيت بقى كده جبنة شيدر وكتّري، كتّري كده واوعي تستخسري، لإن في الآخر بجد إدمان، إدمان. حطينا بقى الطبقة التالتة كده من العيش وبرضه شوية حشوة، لو ركزتوا معايا أنا بقيت ألحّس الحشوة، بصوا كده، شايفين؟ المهم إن إحنا نطرّي كده الفطيرة بتاعتنا، وبعدين نحط جبنة تاني، ما هو أنا مش هانام وفي جبنة شيدر في التلاجة. أنتم عارفين إن النوع ده أنا باحبه جدًا، جدًا من الجبنة، فعايزة أقول لكم إن أنا مستحيل أنام وهو في التلاجة، كان لازم كده أقوم أعمل أي حاجة. عارفين لمّا باغلب خالص وما بالاقيش حاجة أعملها، بادوّر على رغيف عيش وأحط جواه الجبنة وأسخّنها في الميكروويف.
وآكلها. يعني المهم إن أنا مش هانام والجبنة الشيدر في التلاجة، بس. فخلّصت الحمد لله الطبق كلّه على الفطيرة بتاعتي. حطينا دي كده تقريبًا كانت الطبقة الرابعة، وبعدين خلاص كده لمّا الجبنة الشيدر خلصت، قُلت خلاص بقى ما بدّهاش يا بت لمّي نفسِك وكفاية كده. نحط بقى الطبقة الخامسة وخلاص على كده. بس بيني وبينكم برضه يعني مش عارفة أودّي وشّي منّكم فين. جيت بقى في آخر طبق وقُلت يعني إحنا هندخّلها كده يعني تبقى بتبُظ وبتلَظ من جوّه ومن برّه كده يعني كده، يعني ما جاتش يعني قد الدجاجة على الهبابة الصغيّرة دي. قُمت جايبة نُص كيس الجبنة الموتزاريلا اللي في الفريزر وقُمت حاطّاه على الوش. اوعي تستخسري، أنا قُلت لِك يا قلبي اوعي تستخسري. وعلشان الناس اللي بتسألني أنا باستخدم موتزاريلا الحمد وما تقوليش أنهي نوع علشان أنا اللي بالاقيه في السوبر ماركت باجيبه، يعني الزرقا، الحمرا، والله ما بتفرق. هاتي كده النوع الموجود في السوبر ماركت هو بيكون حلو أوي الحمد ما شاء الله. وبعدين أحطها على الوش كده ويا سلام بقى، يا سلام، يا سلام بقى وأنا باتكتك كده فرن البوتاجاز علشان أحط الصينية. هي دي لحظة السعادة بالنسبة لي. هندخّل بقى الصينية بتاعتنا الحلوة دي على درجة حرارة 180 لمدة نُص ساعة، ويا سلام بقى لو كان في شريحتين 3 سلامي على الوش كده، كانت هتبقى خربانة على الآخر. ندخّلها بقى الفرن ونرجع لكم. وتن تن تان ما شاء الله طلعت روعة، روعة يا بنات. أنا مش أول مرّة أعمل لكم فطيرة بعيش التورتيلا. عاوزة أقول لكم على حاجة، لو عاملين الفطيرة صغيّرة يعني مقاس صغيّر، ممكن تعملوها عادي جدًا على عين البوتاجاز من فوق مش هتستاهل فرن ولا حاجة، بس طبعًا مش هنحط موتزاريلا على الوش. إنما دي علشان كانت كبيرة، فقُلت يا بت ما تكسفيش نَفْسِك قدّام الناس وتيجي تقلبيها تقوم لازقة في عين البوتاجاز، فمش طالبة. عشان كده دخّلتها الفرن. لكن أنا عملت وصفات كتير جدًا بعيش التورتيلا، وعملت أنواع فطاير كتيرة جدًا بفضل الله، بفضل الله حققت نجاحات حلوة. هاسيب لكم كل لينكات الفطاير لو عاوزينها في أول تعليق، وكمان لينك الفطيرة اللي بعيش التورتيلا ما شاء الله عجب الناس كلّها. وما شاء الله جايب 2.000.000 مشاهدة على اليوتيوب. فهاسيب لكم إن شاء الله اللينك بتاعه علشان تخشوا كده وتبدعوا كده، تبدعوا كده في الفطاير. بُصّوا شايفين ما شاء الله تبارك الله بجد رهيبة. طراوة، طعامة، حلاوة، شكل، لون، ريحة خطيرة. إن شاء الله بقى أعملها لكم مرّة كده باللحمة، بس بإيه، بحشوة اللحمة النيّة كده، بالحشوة بتاعة الحواوشي، فاهمينّي؟ زي الحواوشي الإسكندراني كده. متأكدة إن هي هتكون حلوة أوي. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، أتمنى أكون خفيفة على قلوبكم. بجد يعني التفاعل قليل أوي اليومين دول على الصفحة وعلى القناة وعلى كل حاجة. لكن ده مش مخلّيني بجد أيأس، لإن لو تعليق واحد بييجي لي حلو أو دعوة واحدة بتيجي لي حلوة، بجد بترفع من روحي وبتشجعني إني أقوم أصوّر تاني وأكمّل. فحابة أشكركم من هنا على كل تعليقاتكم الجميلة، حتى لو شخص واحد بس اللي هيعلّق لي أنا هاكمّل إن شاء الله عشانه. باحبكم جدًا، جدًا في الله. اللي يوصل لحد هنا يعرّفني إن هو وصل لآخر الفيديو يكتب لي في الكومنتات باظظ خالص. خلاص اتفقنا. يالّا بقى نشوف بقى كام حد هيكتب لي باظظ خالص وكام حد بيكمّل معايا للآخر. أسيبكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله.